بغض النظر ان المسيح ما قالش انا الله كما تزعموا، والمسيح ما قالش لحد يعبده. نص في انجيل يوحنا 4:23 بيقول لان الاب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. في المقابل انتوا بتسجدوا للاسقف والكهنه وبتعبدوا المسيح والروح القدس، لكن الاب بس هو اللي طالب السجود له. انتوا بتقولوا الاب والابن والروح القدس، المسيح قال للاب لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. مفيش 3 مشيئات، لا، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. المسيح نفسه قال انت للاب، انت الاله الحقيقي وحدك. وتيجي بعد كده تقول ان الايه بتتكلم عن اللي بيتبعوا المسيح. انتوا بتعبدوا المسيح مش اتبعتوه، انتوا لم تتبعوا المسيح، انتوا عبدتوه. ولذلك الله سبحانه وتعالى بقى في سياق الايات، لو انت بتقرا القران اصلا، الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى خلق المسيح بالكلمة كن فيكون، عشان كده اسمه كلمة الله، لأنه هو خلق بالكلمة. زي لما أكون ماشي في الشارع كده عربيات تخبط شخص، أقول له هذا قدر الله. هذا قدر الله مش معناه أن ده قدر ربنا اللي خبطه، لا، لكن بقدر الله سبحانه وتعالى اتخبط. في الآية اللي بعد يعني بعدها بكم آية، حوالي 8 آيات، الله سبحانه وتعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والكلام ده ورد في سورة آل عمران. وبعد الآيات دي الله سبحانه وتعالى يقول قل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. انتوا ليه بتاخدوا من القرآن اللي على مزاجكم؟ هم دول يا جماعة الأساقفة بتوع الكنيسة الأرثوذكسية، هم دول آلهتكم على الأرض بحسب كلام الدسقولية، هم دول اللي انتوا بتستأمنوهم على دينكم، دول اللي في ايديهم الحلو والبركة.